فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن هذا لله ما قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسي واستعصم وأغلق فلا أمر لمن ويكون قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تجعلني كيدهن إليه لا أكن من الجاهلين فجاد له ربه فضرب لسان إنه سميع عليم وكتمه من بعد ما رأوا الآيات ليجرمه حتى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خزا يأخذ الدار من الأنبياء بتأويله ما نريك من المسلمين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صاحبي السجن ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تبدوا لله ولا يشد الغيب ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا بني السجن أما أحدكما فيتقي ربه خمرا وأما الآخر فيشرب وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني يا رب هذا أولادنا في قلب تمشني بالعسير وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات منهما يوسف أيها الصديق وكلا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات الناس لعلهم يعلمون ولتزرعون 7 سنين دابا من بعد ذلك فقاعدات يأكل ما قدمتن إلا قليلا مما تسرون ثم يأتي من بعد ذلك وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قدمن أيديهن كانوا بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت الناس العين النفس الأمارة بالسوء الأمان وربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك يا مكين قال قمي على
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم الله يعرفنا يا غربوا إلى للعذاب فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا خير بعد المعرى خيانة وإلينا العابدون قال لا ملكم عليه إلا كما آمنت على فينا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير على على أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أجل هذا وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية إلى صواع الملك ولمن جاء وعلى قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد بما كنا سابقين جزاؤه من وجد إلى ليك وجزاء وذلك للظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجا من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لا يزال فلا جاهل النجاب وكل دين عليه قالوا إن يسرق فاسترق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه لم يجاب قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف ارجعوا إلى أهليكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وهي القرية التي كنا بها وهي التي أمرنا بها وإنا لصادقون أولم سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل هذا الله يهدي عليه جميعنا والعليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وجعلنا من الغافلين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون على الأرض من الهالكين قال إنما أشكو بثي وأجعل ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة قال علمتم ما بعتم قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي
يوسف آوى إليه ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن وعلمتني من تأويل حديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي ذلك من أنباء نوحيه وما كنت لديهم إذ أجمعوا من قبل أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما تسألهم عليه تأتيهم غاشية من عذاب الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم وكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بسم الله الرحمن الرحيم والذي أنزل إليك من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى والذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ونارا ومن كل الثمرات جعل فيها وفي الأرض خدع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء وقد خلت من قبلهم النذرات وإن ربك لمغفرة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه كما تقول وإن الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد كل شيء عنده من يدار المغيب وجادني كثير ومنكم من نزل القول ومن كان به وسبيل إليه وسائر من له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا هو الذي يريكم البرق ويسبح الناس بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويسير
في السماوات قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليم بالله وعلى كل شيء والواحد الوهاب أنزل من السماء ماء فساءت أودية بقدرها فكمل السيل زبدا رابيا ومما توغدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جزاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك والذين يتلون ما أمر الله به أن يغفر ويغفر وما يخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجو على أن يتخيرون بحسنة سيئة أولئك لهم الجزاء جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب عليكم بما صبرتم ونعم الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض وإلى الأمر لعنة وأشهر الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويأكل وفرح بالحياة الدنيا والحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بآيات الله تطمئن قلوبهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وهم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا وآيات لا تحل عليهم من ولقد أرسلنا برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ما قدروا فكيف كان أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بغير من قول بل زين